مساء الفل. خبرين حلوين لجماهير النادي الاهلي، وفي خبر تالت. هو طبعا حلو وجميل، بس الرد الفعل اللي عليه لو صح، ونقول تاني لو صح، ولما يجي وقت الخبر لما نيجي نحكيه كمان شوية، لو صح هذا الرد الفعل فلازم يكون في كلام مهم جدا نتكلم فيه. الخبر الاولاني هو ان النادي الاهلي، ايوه زي ما انت قاري كده دلوقتي، النادي الاهلي بيخاطب اتحاد الكوره علشان اتحاد الكوره يقوم بدوره ويخاطب الجهات الامنيه علشان آه، يتم حضور مباريات الدوري بتاعت الموسم الجديد بالساعه الكامله. انا عارف ان الخبر ده مكرر كل موسم، كل موسم النادي الاهلي والانديه عامه بتروح تطلب من اتحاد الكوره علشان عايزين الساعه الكامله للجماهير تحضر في مباريات الدوري. وطبعا النقطه ديت في صالح النادي الاهلي رقم واحد اولا، لان هو الاكثر جماهيريه، واكيد ده هيكون مؤثر في الماتشات بتاعه الدوري. انا اتمنى ان المره دي يكون في تحرك بجد، وانه ده يحصل. ويعني طبعا ما كانش فيه اي مشاكل، طبعا الجهات الامنيه شايفاها، لان هم طبعا بيبقوا رؤيتهم اوضح من رؤيتنا كجمهور. احنا برضو بنفكر بقلبنا شويه، وهم عندهم اعتبارات تانية. الفكره كلها طبعا تابعنا الايام اللي فاتت الكلام اللي اتقال من واحد من الاعلاميين على القنوات السعوديه، وقال انه الديربي الاهلي والزمالك ده ديربي محلي يخص المصريين فقط، لكن احنا دربياتنا اللي هو ديربي النصر والهلال دي دربيات عالميه، لان هي بتحتوي على اسماء عالميه. واللي شايف الجمهور حاضر ازاي، شوف انت الجمهور اللي بيحضر في الاهلي والزمالك قد ايه، وجمهورنا قد ايه. وهي دي بقى النقطه اللي انا بتكلم فيها. انا مش بتكلم على الاسماء العالميه، هو عنده حق في دي طبعا، يعني ديت مليون في المية عنده حق. أكيد قوة الأسماء اللي بتحضر في الدربيات السعودية دلوقتي بعد طبعا هوجة الشراء الفظيعة اللي هم عملوها في الفترة اللي فاتت، ومن الموسم اللي فات طبعا لما جابوا كريستيانو رونالدو، أكيد طبعا مش هتقارن بالأسماء اللي عندنا، مع كامل احترامنا وتقديرنا لكل الأسماء اللي موجودة في مصر. لكن طبعا خلينا نعترف ونتكلم بحيادية ونقول ان الاسماء اللي عندهم اقوى. اكيد اسم زي نيمار وكريستيانو رونالدو، فابينيو، مش عد بقى، عد اسماء بالهبل. اكيد دي تقل قوي جدا للدوري السعودي. وطبعا واللي جاي طبعا في مفاجآت بالنسبه لهم هتحصل، سواء على ما الموسم ده يبدا، او حتى في المواسم اللي جايه، لانه دي واضح انها خطه وهتطبق على مده سنين، هتنقل الدوري السعودي نقله تانية خالص. لكن النقطة بقى اللي في ايدينا فعلا هي موضوع الساعة الجماهيرية. أنا نفسي ومنى عيني كده أشوف ديربي اللي جاي أهلي وزمالك ساعة جماهيرية كاملة من جمهور محترم، وأقول تاني جمهور محترم، وأقول تالت جمهور محترم، لأن هو ده اللي هيحدد حاجات كتير جدا. أولا هيحدد إن القرار ده ما كانش غلط، تاني حاجة هيحدد مدى حضاريتنا، ودي أنا شايف النقطتين دول مهمين. والنقطة الثالثة اللي هي طبعا برضو مهمة، بس أنا قدمت النقطتين دول عنها لأن دولت مهم جدا أخلاقيا، إن إحنا نظهر بشكل لائق في الملاعب، سواء بساعة جماهيرية كاملة أو غير كاملة. النقطة الثالثة إن إحنا نثبت إن إحنا دربياتنا حتى لو مش عالمية بمقاييسكم، إنما هي عالمية بالقوة وحشد الجماهير والصوت هتافات الجماهير والصياح وكل الكلام ده، مش هتلاقيه الا في ديربي المصر الكبير العريق اللي بقاله فوق ال100 سنه. علشان كده نفسي ومنى عيني ان هذا القرار يتم تطبيقه. القرار الثاني، وده برضو قرار انا شايفه في غايه الاهميه، بل انه قرار مصيري بالنسبه للاهلي وبالنسبه لاستمرار مسيرته العظيمه اللي تمت في الموسم اللي فات، الموسم التاريخي اللي احنا شايفينه. طبعا هو تاريخي، واكيد اهلاوي او غير اهلاوي يعني مش مختلف في نقطه زي دي، وهو زي ما انت شايف دلوقتي قدامك تمديد
عقد كولر لمده موسمين كاملين. وطبعا ده غير الموسم اللي جاي. طبعا احنا عارفين ان عقد كولر هينتهي في الصيف اللي جاي اللي هو صيف 2024، وساعتها هيكون حر ان هو ينتقل لاي نادي تاني. اداره الاهلي نجحت في انها تحط الخطوط الرئيسيه، او نجحت بشكل عام انها تنهي الاتفاق مع كولر في انه يمد موسمين كمان. وده معناه ان كولر هيقعد 3 مواسم بدايه من الموسم اللي جاي، يعني اللي جاي واللي بعده واللي بعده. انا افتكر يعني كان في واحده من المذيعات الاهلاويه، وهي طبعا بتحب وتعشق النادي الاهلي جدا، قالت ان كولر هيخلع، كولر هيمشي، كولر هيتكل على الله. الحمد لله. طبعا انا لما شفت الفيديو بتاعها قلقت. ليه قلقت؟ وانا عارف الاهلي طبعا بنحضر، وانه الاهلي ياما صنع نجوم كمدربين وعلى مستوى التدريب او على مستوى اللعيبه. الاهلي هو اللي بيصنع، مش حد بيصنع الاهلي. لكن انا شايف انه استمرار كولر مهم في حاجات كتير جدا. اولا استقرار الاداري للفريق. استقرار الاداري للفريق مهم جدا جدا، وده من اسباب نجاح اي منظومه رياضيه على مستوى العالم، مش على مستوى الاهلي بس. دي نمره 1. نمره 2 ان كولر ورانا كرة الاهلي الحقيقيه، الكوره اللي ارعبت الفرق على المستوى المحلي وعلى المستوى القاري، بل على المستوى العالمي كمان. شفنا الاهلي بيهاجم، شفنا مشاكل هجوميه كتير، ولان طبعا يعني انا لسه على مصر انه لسه في مشاكل هجوميه ما زالت محتاجه نظره من المدرب. ولكن ان شاء الله باذن الله في وجود مهاجم اجنبي مخضرم يمسك يكون هو راس الحربه، اعتقد ان المشكله دي هتتحل على الاقل بنسبه 90%، وهي طبعا مشكله اهدار الفرص. لكن انا شايف انه الاهلي ابتدى يعني بقى لعبه مؤثر اكتر. الاهلي كان زمان مستحوذ، خاصه في الموسمين اللي احنا خسرناهم بتوع الدوري، اللي هو الموسمين اللي قبل الماضي، يعني استحواذ بدون فاعليه. لكن احنا دلوقتي بقى الاهلي مستحوذ واكثر فاعليه. الخبر الثالث اللي احنا طبعا كلنا عارفينه، وده مش حاجه جديده، وهي انه كابتن مؤمن زكريا، ربنا طبعا يشفيه ويعافيه ويشفي كل مريض، تم تعيينه مساعد لمدير قطاع الناشئين اللي هو كابتن وليد سليمان اللي اعتزل. طبعا احنا عارفين انه كان كابتن خالد بيبو هو اللي كان ماسك قطاع الناشئين، وطبعا تم الاستعانه بيه في ان هو يكون مدير الكره مكان سيد عبد الحفيظ، كابتن سيد عبد الحفيظ. ودلوقتي اللي ماسك قطاع الناشئين كابتن وليد سليمان. تمام. وتم تعيين كابتن مؤمن زكريا. طبعا انا شايف ان ده خبر على المستوى الشخصي انا وناس كتير جدا اسعدني لانه كابتن مؤمن زكريا من الناس المحبين والعاشقين للنادي الاهلي، وحتى لو كانوا كارهين للنادي الاهلي، فعلى المستوى الانساني انا شايف ان هو قرار جميل ومفيد كمان. هو كان لعيب كوره قديم، تمام، وكان من اللعيبه القويه، وكان في وقت من الاوقات من ابرز حوالي مش اقل من 3 اسماء في مصر، ولما كان متالق جدا مع النادي الاهلي. فاذا هو لاعب قوي ومؤثر، والقوه والتاثير بتاعته هتدي خبره نقدر نستعين بيها في قطاع الناشئين. تمام. الفكره بقى اللي ادهشتني جدا، قريت تويتر على موقع تويتر اللي هو اكس دلوقتي، بتقول واحده بتعلق بتقول ان في ناس انتقدت انتقاد وصل لحد السخريه للقرار ده، وانه ليه تعينوا مؤمن زكريا في مكان زي ده وهو غير مؤهل ويقدرش الصح. حقيقي لو صح هذا الكلام، وانا بقول تاني مره، لو صح هذا الكلام وانه في حد انتقد، فاحنا كده واصلين لمرحله مذريه من الانحدار الاخلاقي، انك انت تسمح لنفسك انك تعلق بالطريقه دي على انسان له ظروف معينه ممكن جدا اي حد يتعرض ليها. فانت كده يعني وصلت لأقعر من الانحطاط الاخلاقي، واتمنى انه ما يكونش الكلام ده صح. في النهايه نتمنى كل ما هو جميل وكل ما هو اجمل لنادينا العظيم، ونشوفكم باذن الله في فيديو جديد، والسلام عليكم.